اهلا بيكم في قناة محتاسة، وانا مريم المحتاسة نفسها. الحقيقة انا كنت صورت الحلقة دي وخلصت تصويرها وجيت اعمل مونتاج، لقيت ان الصوت سيء جدا، في اخطاء كتير قوي في التصوير، ورغم ان انا بسمح لنفسي بالخطأ بما اني لسه ببدأ وبجرب ومفيش مشكلة ان انا اغلط، الا ان بجد الحلقة كانت هتطلع سيئة قوي قوي قوي، يعني اسوأ من اول حلقة اللي هي مش من بعيد يعني. بس انا بجد اتطورت جدا من اول حلقة، واكيد اللي شافوا الحلقة الاولى اللي انا بتكلم عنها هيلاحظوا التغيير والتطور. مش حابة ان انا ارجع لورا. امبارح بالليل جبت المايك ده جديد، الف مبروك ليا، الف مبروك ليا عليه. لسه مش متعودة، فمش عارفة مكانه كده كويس انه يستقبل صوتي بدرجة كويسة ولا لا، بخبط فيه وانا بتحرك، لسه مش متعودة قوي على موضوع ان انا اكون مركبة مايك. مش عارفة حتى كده صوتي تمام ولا محتاجة اعلي اوطي. بس قبل كده من غير مايك كان بيبقى صوتي ضعيف جدا، بضربه في 2 وانا بمنتج، اي صوت حواليا كان بيطلع بدرجة بتغطي على صوتي، واحيانا حتت ما كانش بيبقى واضح ايه اللي انا بقوله. فاكيد ان شاء الله المايك ده هيخلي الدنيا افضل بكتير. فقررت ان انا اعيد تصوير الحلقة مش زي ما هي بالظبط، هعيد تصويرها بشكل ارتجالي زي ما يطلع مني. وانا مطبقة والساعة دلوقتي 6 الصبح تقريبا او 6 ونص، واخدة الدواء بتاعي، المفروض ان انا اكون قتيلة نوم دلوقتي، بس ما عملش مفعول تقريبا او متأخر في المفعول، مش عارفة. عندي لخبطة هرمونات كمان، وطلع لي حبوب جديدة في وشي، فانا مش في افضل حالاتي. بس انا بتحدى الكسل اللي جوايا، وبتحدى رغبتي في التسويف بان انا التزم بالفيديو في ميعاده يوم الخميس من كل اسبوع. اتمنى ان انا افضل مكمله على نفس الالتزام ان شاء الله. كنت بحكي في الفيديو عن مروحي للقاهره من حوالي اسبوع او 10 ايام، والحاجات الحلوه والسيئه شويه او المصاعب شويه اللي قابلتني في مشواري للقاهره. انا كنت رايحه اصلا علشان بشارك في عرض حكي مع الفرقه بتاعتي في مكان في المعادي، وفي نفس الوقت اخويا ساكن في نفس المنطقه، فبعد ما اخلص العرض هروح ابات عنده وامشي تاني يوم. اتحركت انا و2 بنات صحباتي من الفرقه، داليا وياسمينة، من اسكندريه حوالي الساعه 9 صباحا. وصلنا تقريبا الساعه 12 او 1 الظهر في عز الحر والزحمه وصعوبه الحياه يعني هناك في رمسيس، لدرجه ان احنا لما طلبنا اوبر، او هو مش اوبر شركه اوبر، هو شركه من شركات التاكسيات، بس احنا زي ما احنا متعودين ان احنا اي بطاطس مقرمشه يبقى اسمها شيبسي، اي حفاضات يبقى اسمها بامبرز، فيعني هم كلهم اوبر، الى ان نحتاج ان احنا نقول اسم الابلكيشن اللي احنا بنتكلم عليه. فطلبنا تاكسي من برنامج من برامج التاكسيات. الراجل وصل لنا في رمسيس، كان بيدور علينا واحنا كنا بندور عليه لمده ربع ساعه، مش عارفين نوصل لبعض. هو يدينا علامه احنا مش عارفين نوصل لها، احنا نديه علامه هو مش عارف يوصل لها. احنا مش من هناك، بس المفروض ان هو من هناك، فواضح ان الموضوع صعب على الكل، مش علينا احنا بس اللي جايين من بره القاهره. لغايه بعد ربع ساعه اضطرينا ان احنا نكنسل الرايد ونلجا للتاكسي الابيض، ونشاور ونحاول ان احنا نركب للمكان اللي احنا رايحين له باقل سعر ممكن. بس كل سواق كان بيقول لنا سعر اكبر من اللي قبله، 150 170 190 200 220. وصلنا لارقام غريبه قوي. احنا بنتحرك بالظبط من رمسيس للمعادي دجله. انا مش عارفه بصراحه هي بتنطق ازاي، فممكن تصلحوا لي، هي المعادي دجله ولا دجله المعادي ولا دجله المعادي؟ معرفش، فممكن تساعدوني في الكومنتات. المشوار برضو من رمسيس للمعادي دجله المفروض ياخد كام في يوم في وسط الاسبوع الساعه 1 الظهر؟ برضو لو عارفين قولوا لي، عشان ما نكونش ظلمنا حد او حد ظلمنا. في النهايه الحمد لله سواق كده جميل، راجل كبير سن ومحترم، شافنا ادانا له رقم، هوب اديله هوب ادينا. توصلنا في الاخر الحمد لله ان هو هياخدنا يوصلنا ب 150. اتمنى ما نكونش ان احنا ظلمنا الراجل المحترم ده. هو تقريبا يعني احنا كنا اتبهدلنا قوي، فصعبنا عليه وهو افتكر ان معناش غير ال 150 جنيه دول. بعد ما وصلنا المعادي
دجله. بدات رحله بحثنا عن مكان نقدر نرتاح فيه، يكون فيه تكييف ويكون اسعاره مش عاليه قوي، ونقدر نشرب وناكل فيه اللي احنا عايزينه. قعدنا في كافيه لطيف جدا. هو لما حكيت عليه ووريت صوره لصديقتي اللي قابلتها اول ما وصلت اسكندريه بعدها، قالت لي مريم ده الكافيه اللي كان متصور فيه فيلم، فهو حاجه الامير عيد مش ريفيو. انا سيرش واحط لكم الاسم على الفيديو. وانا مش مبهوره بحاجه زي كده في ذاتها، بس مبسوطه انه اللي انا شفته لما اتفرجت على العمل الفني ده كان مكان لطيف جدا. ونسيت ورجعت وصلت وشفت المكان وانا مش رابطاه باي عمل فني. عجبني المكان برضو وانبسطت فيه وكنت مرتاحه جدا فيه. قعدنا ارتحنا واكلنا وشربنا. اسعاره كانت اعلى من اللي انا متعوده عليه هنا في اسكندريه في كافيهات متوسطه، يعني كافيهات كويسه. يعني اللاتيه بشربه هنا في حدود 80 تقريبا، ممكن يوصل 90، بس قليل لما يوصل 90. يعني في الغالب بيكون بين 70 و80. هو هناك كان ب120، بس كان لطيف جدا. المكان كان حلو واحنا كنا فرهدين وبنشرب مشروب لطيف بيطر علينا ويفوقنا. فبصراحة ما حسيتش ان 120 رقم وحش. انتقلنا بعدها لمكان العرض. قابلنا بقية صحباتنا من الفرقة اللي بيعرضوا معانا والمخرجة بتاعتنا. وعملنا البروفا جنرال، خلصنا بدأنا العرض متأخر شوية للأسف، الظروف كانت خارجة عن إرادتنا. التنظيم ما كانش أحسن حاجة، بس الحمد لله اليوم كان لطيف قوي. عودتنا كانت حلوة، الجمهور كان مبسوط قوي قوي قوي. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب دايما. الحدوته بتاعتي كانت عن الرقص وعن مشواري مع الرقص. لانه انا ليا قصه كبيره مع الرقص مستمره من سنين طويله وحتى الان، واعتقد ان هي لسه مكمله لقدام. ففكروني في مره ان انا احكي لكم عنها، او لو عايزيني احكي لكم عنها قولوا لي في الكومنتات. انا محتاجه اعمل زي ما اليوتيوبرز بيعملوا الحاجات اللي هما بيقولوها دي، فلسه بتدرب عليها. فبكون حاسه ان انا مرتابه شويه وانا بعمل الحاجات دي، بس مبسوطه ان انا بعملها بصراحه. حضر العرض اخويا الكبير واخت مراته. خلصنا روحت معاه على البيت، قابلت مراته سفسوفه حبيبي والثلاث قطط حبايبي برضو، رغم ان هما بينتوني لان انا احيانا باخد وقت كبير على ما ارجع القاهره تاني بصراحه. اخويا عنده 3 قطط. قطنا دي قطتي انا. هو عنده نقطه لو ما عندوش نقطه بعد الشر عليه، هو عنده قطه اسمها نقطه. اسمها نقطه وقطه اسمها فاصله، وقط اسمه طازه. الثلاثه بجد احلى من بعض. بستمتع بوقتي قوي هناك وبغير جو. برجع بعدها اسكندريه ريفرشد جدا، رغم اختلاف جو في القاهره عن هنا في اسكندريه، الا اني بحب اروح القاهره افصل وارجع احس بالدنيا هنا عامله ازاي من جديد، لان المعتاد على الشيء مش بيحس بيه قوي. تاني يوم ما روحتش، مديت لي يوم كمان، بس وانا داخله انام لقيت في المكتبه عنده قطعه بازل 1000 قطعه عباره عن صوره الموناليزا عامله كده. فالفضول شدني، وانا بصراحه كان نفسي بقالي فتره كبيره في
البازلز اللي هي بتبقى عدد قطع كتير. يا رب يكون الصوت واضح. فما قدرتش اقاوم، شدتها وفرشت على الارض وقعدت اجمع تك تك تك. جمعت يا دوب البرواز بس اخد مني كذا ساعه، واكيد كنت عامله فيه حاجات غلط لانه كان فيه اضلاع اكبر من اضلاع، وكان في زاويه كورنر لوحدها بره مش عارفه احطها لان المكان بتاعها اصغر منها. كل اللي انا حطاه هو البرواز اللي هو بيكون فيه 3 حتت مستعدين يتركبوا في حاجات وقطعه اللي هي مستقيمه، فكله انا جمعت البرواز. المفروض كل ده يبقى اضلاع منتظمه ومظبوطه عشان ابدا اجمع اللي جوه، بس انا ما وصلتش للمرحله دي. يا رب ما يكونش صوت الشارع طالع يا رب. وسبتها لمرات اخويا واختي اللي كانت رايحه عند اخويا برضو بعد ما انا امشي بيومين او 3 تقريبا. قلت يا رب يعني هم يعملوا حاجه حلوه في البازل ده ويصلحوا الاخطاء بتاعتي. مشيت من القاهره اليوم اللي بعده 2/3 وصلت اسكندريه حوالي الساعه 6. طلعت على صاحبتي داليا، قابلتها في كافيه على البحر، من الكافيهات اللي احنا كاسكندرانيه بجد ما بنستخدمهاش للدرجه ومش مقبلين عليها، بس انا كنت مبسوطه جدا وانا قاعده في كافيه على البحر اللي هو مش ناحيه المباني، لا هو ناحيه البحر نفسه اللي هو بيكون البحر تحتيك كده مباشره. كنت مستمتعه قوي بريحه البحر، ريحه اليود. كنت حاسه ان انا جايه من غربه، جايه من سفر، راجعه الوطن، وحاسه ان انا لازم بقى انزل بقى اسجد وابوس تراب الوطن بقى. انا عارفه ان انا اوفر، بس دايما بحس بالاحساس ده. واول ظهور للبحر في العربيه اللي انا راجعه فيها بتكون لحظه سعاده رهيبه بالنسبه لي. دي كانت رحلتي للقاهرة، البلد اللي لا قادرة أحبها ولا قادرة أكرهها. فيها حاجات جميلة وفيها حاجات صعبة عليا. قولولي انتوا من أنهي محافظة، ولو مش من القاهرة بتحبوا وبتنبسطوا في القاهرة ولا لأ، ولو من القاهرة انتوا مبسوطين في القاهرة ولا لأ. ودي كانت نهاية الحلقة. لو عجبتكم الحوسه اللي انا فيها، ولو عايزين تشجعوني ان انا اكمل، اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس، وكمان اكتبوا لي كومنتات كتير عشان انا بحب الكومنتات قوي. باي، اصبحوا على خير، او انا اصبح على خير. يا رب انام ولا اعمل المونتاج الاول؟ اعمل المونتاج الاول ولا انام الاول؟